بعد المباراة النهائية للدورة التنشيطية والتي فاز بها مصر المقاصة على سموحة السكندري بركلات الترجيح، خرج اللاعبون وجهازهم الفني لا يفكرون إلا في شيء واحد: عودة النشاط. مصير الكرة المصرية نرجع تاني سنة 67 لما الكرة توقفت ولما الكرة لعبت. وانا عايز اقول محدش يبص للنادي الاهلي انه كسب بطولة افريقيا والبطولات الموجودة فيه كانت شيء منظم كان بيتم في النادي الاهلي، ان انت تلعب مبارياتك بجداول ببرنامج بشيء معين وصلت فيه لهذا الهدف ووصلت للبطولة دي. لكن الكرة في مصر هترجع 20 سنة ورا والبطولات هتبقى بعيدة عن مصر. سموا الافوام في عرض جالهم الاهلي، هتتعاملوا معاه ازاي؟ لا انا ما جاليش اي عرض. لا ولا جالي. انا جالي عرض من سموا الافوام في نادي في سويسرا، تمام، اسمه جولد بويز تقريبا. ده الحاجه الوحيده اللي جات لي لسموا الافوام، وعرض اعاره في نادي قطري. لم يعود الدوري، مستحقاتك الماليه هتعمل فيها ايه؟ والله يعني مش عارفين برضو لسه مش عارفين حاجه. ما اتكلمناش مع الاداره في الموضوع ده. هم على امل برضو واحنا برضو ان الدوري يعود وان يعني المواضيع هتمشي زي ما هي، لكن ما اتكلمناش بقى في حاله ان الدوري هيتلغي ايه اللي هيحصل، ما اتكلمناش فيها يعني. ايمن، عايزين نعرف تفاصيل عرض هاجر السعودي. تفاصيل نادي هجر ان هم الناس يمكن الفضل طبعا لربنا سبحانه وتعالى ثم الكابتن طارق، هو الراجل اللي بيرشح والناس عارفين اسمك فبيوافقوا. فالحمد لله ان خصوصا ان الامور مش واضحه في مصر قوي ومش عارف ان كنت هتلعب ولا لا، فالاحسن ان احنا يعني على قد ما نقدر نطلع نلعب، وكده كده انت راجع اعاره فكده كده هترجع النادي بتاعك. فالحمد لله الامور تمت تتهيألي يعني. في عرض من نادي هجر السعودي في حالة يعني الدوري ما رجعش يوم 30/12، اعتقد ان الواحد ممكن يمشي. مستحقاتك الماليه؟ لا دي مع الاداره. مفيش مشكله، ان شاء الله نتفق مع الاداره وان شاء الله يعني اللي يوصلوا ليه ما عنديش مشكله يعني ان شاء الله. انتهت الدورة التنشيطية والآن جميع اللاعبين يعلنوها صريحة، فإما عودة الدوري أو الفرار إلى الخارج. محمد عبد الحكيم لكورة أونلاين.